بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه يا احلى متابعين؟ وصفتنا النهارده جميله جدا. زي ما انتم شايفين راح اعمل الرز بالشعريه، طريقه جميله جدا. والرز اهم حاجه في سفرتنا عشان يطلع معاكي رز مفلفل ومش متعجن. امشي على خطواتي وانتي راح تعملي احلى رز. وعلى بركه الله ونبداو الفيديو بتاعنا على طول. زي ما انتم شايفين انا مشغله البوتاجاز وحطيت على الحله وحطيت الزيت على حسب الكميه اللي تعمليها في الرز. بعد كده رحت حطيت الشعرية، يطلع 3 معالق من الشعرية كده ولا 4 معالق. لو عايزة تكتري اكتر من كده براحتك انتي في كمية الشعرية. واسيبها تحمر. عطتنا اللون الذهبي الجميل زي ما انتي شايفين ما شاء الله. احط المية بتاعة الرز وبعد كده اغطي عليها لغاية ما تغلي. وكنا احنا رحنا جبنا الرز بتاعنا وغسلناه غسلة جميلة جدا وقدامكم. زي ما انتي شايفين حسب الكمية اللي تعمليها في الرز تعملي كوبايتين 3 براحتك انتي. وزي ما انت شايفة معنا الرز الابيض المصري العادي جدا ما شاء الله عليه. طبعا نحطوه تحت الحنفية واغسله قدامكم وبكفة ايدك وتغسليه نفس الطريقة دي. الطريقة دي في الرز جميلة جدا عشان الرز معاكي ما يتكسرش. هو طبعا الرز نظيف ما شاء الله عليه درجة اولى ده يا جماعة. رز نظيف جدا. طبعا انا بعد ما غسلت اول فم ونروح مصفياه وادي له فم تاني زي ما انت شايفين. حبيت ان انا اوريك غسيل الرز، اوريك الصح من الطريقه الصح من الطريقه الغلط. الطريقه ديت غلط يا جماعه، ما تغسليش الرز بنفس الطريقه دي راح يتكسر معاك الرز ويتفتول منيكي. الطريقه دي هي الصح، من تيجي تغسلي تحطي في كفه ايدك والكفه التانية. حبيت ان انا اعرفك طريقه غسل الرز الصحيحه. الطريقه دي صحيحه وجميله جدا وراح تخليش الرز معاكي متكسر. طبعا بعد ما غسلت الرز اصفيه واروح على طول على كده. وبعد ما غسلت الرز والمية معايا غليت مية الرز اروح حاطة الرز على طول زي ما انت شايفة. احط نص معلقة من الملح وخلاص على كده الرز بتاعنا خلص ما شاء الله. المية بتاعته مظبوطة جدا. لازم يبقى المية متغطية مغطي الرز كده لغاية كده يا جماعة. اغطيه ومنه يشرب ميته بإذن الله. ومعانا الرز شرب ميته ما شاء الله زي ما انتم شايفين. اجيب الشياطة واحطها من تحت واخليه على نار هادية خالص. جميل جدا. اغطيه واسيبه ربع ساعة وارجع له تاني. ومعانا الرز ما شاء الله عليه يا جماعة. بعد ما سبته استوى على البخار وحطيت له الشياطة واستوى اقلبه. الرزاية برزتها ما شاء الله معجناش ولا اي حاجة. ولو حاسة ان شرب المية بتاعته الرز ولسه معاكي مش مستوي والرزاية ناشفة كده ومحتاجة مية، هقولك على طريقة جميلة جدا وما تخافيش منيها واعمليها وعلى ضمانتي. طبعا تجيبي ربع كوباية من المية وتيجي من فوق وتروح رشها رش بايدك كده وترشي نفس الطريقة دي. توزعي المية للاخر ربع كوباية حسب الكمية اللي تعمليها في الرز بتاعك. وزي ما انت شايفة احنا جبنا ربع كوباية من المية ورشناها. ما تجيبيش الكوباية تملي ربعها وتروح كبها على طول في الرز راح يتعجن منيك وتبقى حتت حتت متعجنة في الرز. تجيبي نص الكوباية ولا ربع الكوباية وترشيها رش بايدك كده عشان توزعي كل المية. وتغطي الرز بتاعك وتسيبيه زي مدة 5 دقايق 3 دقايق وترجعي له تاني وتقلبيه. وخلاص على كده خلصنا الرز بتاعنا بعد ما رشينا المية وخليناه 3 دقايق وأقلبه وجاهز على طول للتقديمات وللأكل. ما شاء الله عليه مش معجن معانا ومستوي وجميل. الرز بالشعرية ده يا جماعة بينفع للبطاطس ينفع للحمة ينفع للبزلة للسبانخ ينفع جميل جدا الرز بالشعرية. حبيت ان انا انزلك الاهم حاجة في السفرة هو الرز. هتعملي احلى رز زي ما انت شايفين ما شاء الله عليه بجد. طعمه جميل جدا والملح بتاعه مظبوط وريحته جميلة جدا جدا. هيعجبك لو جربتيه ومشيتي على طريقتي راح تعملي احلى رز للبنات المبتدئين.
زي ما انت شايفين الشكل والطعم يا جماعة بيتكلم على نفسه. الرز برزتها مش متعجن معايا ولا اي حاجة. ولو كنت محتارة في طبيخ الرز، ادخلي على قناة صنف في مطبخي وانتي راح تلقي الطريقة الجميلة دي، راح تعجبك. طريقة عمل الرز سهلة جدا وجميلة وهتتبسطي منيها. حبيت ان انا اوريكي عمل الرز وطبيخ الرز من الالف للياء عشان ما تحتاريش وما يتعجنش منك. لو اول مرة تشوفي قناتي فضلا ليس امرا حطي لي لايك واشتراك، واشوفكم في فيديو تاني باذن الله.